Audio Jungle. هذا المرضي انه هو لك وحشه والله العظيم امورك وين هذول؟ حاوينك وين هذا المظاهر؟ كيف مع رمضان؟ والله هو زي ما شايفه اليوم وبدا سخانه كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله تصوم على خير ان شاء الله. الله يسلمك. شو قول لي فاطر؟ شنو؟ الحمد لله. لا 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 زول مرة انت زول هذا زول يا اخي الله تقول شنو يا فهموا ما دي السيس يعني. بصراحه يعني تعال يعني استكمل حيص يعني حركه وكذا يعني صاحبك انت ولا شنو انت صاحبك انت؟ والله من عشرة يمكن أكثر من 15 سنة، لكن تقول شنو يعني. طيب في داعي طيب؟ لا حرام اقسم بالله حرام عليك لا حرام عليك والله العظيم. ما منطق يا اخي ليه طيب؟ خلاص اسمعني يا زبده حاول انت ترجع له وحاول تفهم معه. انا كلك واسطه يا زلمه ما في مشكله. انت ما تنسى كمان يعني عشره وزي ما قلت سنين يعني بينكم. يلا اسمعني يا زلمه انا بكره نتقابل ان شاء الله هناك. زبده ما معنا يا اخ. يا حبيبي اخبار شنو؟ والله لك وش اقسم بالله. تمام والله. يا زلمه عمر يا اسمعني اخذ باليابا شويه. هو بس احكي لك انا طيب ايش اللي حصل اليوم؟ صار اليوم ما له ما اعرف والله. ها؟ معقول يا اخي عشرة يا اخي يعني صار في يوم اليومين يا اخي. يا اخي يا اخي انت ما شفت هو الزول حقاري، انت ما شفت حركته العمالة معاي. يا اخي انا اصلا ما كنت من البدايه رجال بشكل معاه، لكن هو زول حقاري ما شفت حركته العمالة معاي. بصراحة يا عمر ترى منطق اقسم بالله العظيم. زي بصراحة يا من دخلك غياظ عرفت ثقيلة ودمه ذاك بارد. صراحة انت انجزت اقسم بالله. اسمعني زول ده بارد ما تخلي. زي ما قلت لك ما تخلي. شفت حاول يعني باي طريقة انك تتفاهم معك يعني ما تفهم كلامه. في طريقة مش بيدك تمام يا زول؟ يلا سلامات يا زول. تلاقي ان شاء الله يا غالي. سلامات يا زول. يلا سي يو. مرحبا بكم في برنامج آراء في حياتنا. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. طبعا المرة اللي فاتت تكلمنا عن آراء في الحب، تكلمنا عن الحب، والمرة دي إن شاء الله حنتكلم عن الصداقة. عنواننا المرة دي آراء في الصداقة. طبعا آراء في الصداقة، وانت هسي اديني رأيك انت ذاتك في الصداقة شنو؟ والله نشوف رأي الشباب أول حاجة. ما مشكلة، نشوف رأي يلا الشباب ونشوف الرأي الأول.
الصداقة طبعا أحلى عنوان لحلقتنا الليلة، وأحلى ما في الصداقة لما يكونوا الشباب كلهم متفقين مع بعض. والصداقة ما في زول في الدنيا دي ما عنده أصدقاء وما عنده أصحاب. وأحلى حاجة الصداقة في لما طبعا في نوعين من الأصدقاء، صديق صالح وصديق سوء. وطبعا أحلى ما في النوعين ديل الصديق الصالح. وزي ما بقولوا في مثل وبيعرفوه العالم كله، الصاحب ساحب. يعني إذا صار عندك صاحب صالح ممكن يسحبك معاه ممكن زي ما بقولوا مفتاح الجنة. بعد بر الوالدين الصديق مفتاح الجنة. وصديق السوء طبعا بيسحبك للمحرمات. واحلى ما في الصداقة الجمعات والونسة والضحك. شكرا لكم. زي ما شفنا الرأي الأول عند أخونا محمد مرغني، نشوف الرأي الثاني عند أخونا محمد الهندي عباس. صداقة وأنواع، جمالها، طرافتها، أحلى حاجة فيها زي ما قالوا اللمة والضحكة والونسة والبسمة. في النهاية صح بنختلف، نرجع تاني أحسن اثنين وأحسن أصحاب. الفكرة زي ما قلنا أنواع، أحلى نوع أنت تكون مع صاحبك من أولى ابتدائي أو من الروضة لما تتخرج، لما تتزوج وأنت تنام مع بعض أخوان وأصحاب. ده أحسن صداقة بالنسبة لي. في صداقة ثانية صداقة السوء، أقول الناس اسمعني خذ السيارة دي مننا، خذ السكة دي مننا، شوية لما تقع أنت في الفخ ما في زيهم، ما عليهم بسيط. صدق هكا أقرب هكا تصفح هكا تسقف شوية يا أخوي، أنت زول صاحبي وأنا وأنت تعال في بيتنا، تعال أعرفك على أهلي. أنت يعني صداقة شفتها أنا صح. أما صداقة إنها سيارة وتصفح ما صداقة بصراحة، صداقة هنا. أما أنا في رأيي أنت اختار صديقك، وأنت بيدك تختار صديقك هو السيء أو الصح. أنت بيدك تختار. أنا أنصحك تختار أنت عيش حياتك. ترى يعني سمعنا الرأي الثاني يتكلم محمد الهندي. الصداقة ادانا مفهوم وتعريفات جميلة جدا، لكن احنا هسي ما نحكم برأي ولا رأيين، لسه نشوف الرأي الثالث مع أخونا محمد الفاتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمت بالحب، والله أنا ما عارف هي عجبكم ولا لا. المرة دي إن شاء الله حاتكلم في الصداقة. والصداقة طبعا شيء جميل، شيء عظيم، ومن أجمل أنواع الصداقة الصديق المخلص اللي هو الصديق وقت الضيق. طبعا في بعض الأصدقاء مصالح، أصدقاء سوء، لكن طبعا نحن طبعا كلنا في حياتنا مرينا بالأشياء دي. أصدقاء سوء مرينا فيهم، الأصدقاء الصالحين مرينا فيهم، الأصدقاء بتجي عن المصالح مرينا فيهم. لكن فعلا انت شوف نفسك، شوف أصدقائك، شوف مين الصالح ومين السيء، وده قرارك. شوف أصدقائك. طبعا الأصدقاء الصالحين نادرين، وأصدقاء السوء كثيرين في كل مكان. الصديق وقت الضيق، أحيانا أنت بتمر بمواقف صعبة، طبعا كلنا في حياتنا بنمر بمواقف صعبة. لو عندك صديق مخلص بتلاقيه معك، أما لو ما عندك صديق مخلص بتبقى براك. قبل زي ما قال أخونا محمد، شيل سيجارة شيل صفة، لكن طبعا يعني كل واحد بشخصيته وبرايه، ودي حياتنا، وكل واحد يختار صديقه. وطبعا زي ما قلت لكم في أصدقاء سوء وفي الأصدقاء الصالحين، وزي ما يقول الصديق وقت الضيق. وسلام. سمعنا ثالث رأي من أخونا محمد الفاتح. رأي كان مختصر في نفس الوقت رأي مفيد عن الصداقة، وأنا بعتبره إنه وفى وكفى. بس صالح أنا هسي ما شايفه وجه وين يعني ما، لكن إحنا نشوفه في الرأي الرابع. نمشي الرأي الرابع يا شباب. وبعد ده جاء رأيي أنا. في رأيي الشخصي إنه الصداقة حاجة حلوة، والصداقة ما في زيها. فالصديق تلقاه في الكويس وفي الكعب، يعني الصديق وقت الضيق. الصداقة ما في زيها. يكون صديقك من الطفولة، صديقك في الروضة، في المدرسة أيام المدرسة، في أصدقاء أيام الجامعة، ودي أحلى صداقة طبعا في رأيي. الصداقة أيام الجامعة دي فيها حاجات طريفة. والمهم نشوف رأي أخونا محمد. طبعا الصداقة أنا ما بقول لكم، يعني أنا تجربتي الشخصية مريت بتجارب فاشلة في حياتي من الصداقة، وفي تجارب ما بقدر أتخلى عنها. لكن يعني الصداقة أنا بعتبر إنه أحلى صداقة. نحن لما تكلمنا عن الحب في الحلقة الأولى، يعني عشان نربط بها الصداقة، أنا بعتبر إنه أحلى قصة حب تبدأ من صداقة. تبسم تراني بقربك أنا، وخلى
الحزن ينتهي والعناء، أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا. إذا جيتني تختفي ضيقتي ولون دروبي بطيب المنى، وأحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنياي تصبح سنة. إذا جيتني تختفي ضيقتي ولون دروبي بطيب المنى، وأحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنياي تصبح سنة. طبعا دي الحلقة الثانية كانت وآراء في الصداقة، سمعنا 4 آراء مختلفة، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب على الحلقة ولايك. رمضان كريم، كل عام لو دروبي بطيب المنى، وأحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنياي تصبح سنة. إذا جيتني تختفي ضيقتي ولون دروبي بطيب المنى، وأحس الحياة أصبحت شي غير معك كل دنياي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، السلام عليكم. والصداقة طبعا أنواع كثيرة وبنعرفها من الشباب، وإن شاء الله لا حلقتكم تعجبكم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن آراء في الحب، أنت كنت مقدمة. صح. طبعا كلنا مرينا بأصدقاء السوء وأصدقاء الشر وأصدقاء. سمعنا الرأي الثاني يتكلم محمد الهندي، كلام كويس صح؟ يا سلام عليك يا عويش، والله العظيم كلام. طبعا والله قاعد أحفظ. وطبعا في أصدقاء السوء زي ما قال كبيل أخونا محمد. أخونا محمد هكذا هكذا سجارة هكا، لكن انتوا عندكم عقل ففكروا يا عيال. بس وين صالح هسه؟ أنا ما شايف فاتح، يعني وطبعا تقريبا فاتح يعني زاغ عشان هذا الحمام هذا الحمام. الصداقة في حاجات بتحصل مرات صديقك يزعل منك. في صداقة بتكون في المدرسة، صداقة بتكون أيام الدراسة، يوم بنسوي فتة سوا. أصدقاء السوء عندهم حاجة معينة، يخربوا الواحد والخارج.